من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درسيث مثلا ويسين الحلقة الثانية من دروس بيان موطأ الإمام مالك رحمه الله. فقيل الحلقة السنة الحلقة اللي عندنا كل اسم كثير ناد اللي الحلقة اللي أتسمسلاينت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتسمسلاينت في ميراث النبوة. ونناد ميراث النبوة يقضيش في الناس وقاذ يختار ربي سبحانه عز وجل عبر العصور خدام السنة النبوية، خدام ميراث النبوة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لينالوا هذا الشرف، شرف خدمة ميراث النبوة. أعطيكم خلاصة خفيفة مركزة عن الحلقة السابقة. قلنا السنة النبوية في تعريفها هناك 3 أنواع من التعريف. التعريف الأول اسمه تعريف الأصوليين، تعريف ويسين تعريف المحدثين، وثلاثة تعريف الفقهاء. كنت اسم كثير. تعريف الأصوليين علماء الأصول ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع من قول أو فعل أو تقرير. أين ديجا النبي صلى الله عليه وسلم إما السنة القولية يعني ذا مسلاي ديننا، أين دينا ذي مسلاي مثلا يمدينا حديث إناد أطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إناد إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث ذوال إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والرواية دي والإمام مالك فلا يورثنه تسال في النسخة تقريبا النسخة الثامنة من نسخ الإمام مالك، يعني نسخ الموطأ. لذلك هو يقارن السنة القولية إلهم يقارن السنة العملية يعني يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أمشي قصون أمشي نزل لكن يقصل أمشي يدي الحوج أدي الحوج ينادي الحديث خذوا عني مناسككم. حديث وايض يناد صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ظلوه أما تظلف أما ويقارن السنة العملية لا براتيك أمشي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. أي غير من روح هذه حوجة لبلوس الحجر الأسود، أي غير يخدم على 7 تور 14 تور 15 تور عنده يبغى خاطي إلى لو بوان دو روبير أنت أنسان يبذو من الحجر الأسود الحجر الأسعد إلى آخره. فيقارن السنة العملية إلا ومقارن السنة التقريرية للناد ذين يخدم ينصح فيه نغفي ديني والنبي عليه الصلاة والسلام في كونفيرمي، يعني ما صدر عن أحد الصحابة من قول أو عمل ولكن يوافق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إما موافقة ضمنية موافقة صريحة، إما بالتلميح إما بالتصريح. يعني يونس الصحابة هذه يخدم يون لامر بزاف النبي عليه الصلاة والسلام نغادي ديال الخضار نغادي يوم بوال والنبي عليه الصلاة والسلام إما أث يقبل سواء ولا سن يقبل نغادي السوسم خاطر سكوته بيان، السكوت في موضع البيان بيان. تجي قرأ السنة التقريرية نشرح حيث ثوران وغالا التعريف وايض ومقارن تعريف المحدثين علماء الحديث وقرنا السن 3 يوم السلام رنويا السن ما صدرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية بين قوسين أو سيرة. الندوة تعريف شامل أشمل من تعريف الأصوليين. طيب باش فما مما طريقة المصافحة مي في كرافوسي مثلا ذاكين ما يخدمها كذا السنة ما يخدمها كماشي السنة سيتان ديتاي تمشطوح ولكن تسعى مازال نكونين نرات سمح لي في قبايلي في النار الناس الحداقة ذي الحداقة أكون تسمي كثير
هذا عاود غافوس يا اخي شو مفتي غافوس الور امشينا للنبي عليه الصلاه والسلام دي السنه ينس دي الصفه ينس دي السيره ينس مارس في غافوسي لقات والي عاود كرافوسي هذا وذم سوذا هكا إما إذا خلف السنة أسفتها في السماح كذا فوسيك هذا ثقيل قلت الحذاقة فكاس أفوس تيدت ولكن أفوسي وفكاث نساء إن كنا أقري وراح ندير الظن يخوص نتسافر إلى بمكانهين أسيني ذا الخير إن شاء الله أمشي في كيد أفوسي سبلاني ولايد لفاس نعاود ذاك نقرز أسمع ذاك هذا ما شاء الله هكا أما ذن نساء أما ذنك أما ذكون ويغ ديوانا كون يغ ديوانا نستيم نورمال أفوس بكفوس وذن سوذام صراصير صايد وكذا سي ان ديتاي ذا مشطوح ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يخدميه صدير التصرف كاين كمالا لذلك السلام دوصني عدان بمناسبه المولد هضر الشيخ وكذا بلي النبي عليه الصلاه والسلام تصرف كايس عليه طاس لو توب دي توب قدوه عليا الناد الى تعريف السلافه اسم تعريف الفقهاء يسعى المعاني المعنى الاول ما يقابل الفرض المعنى الثاني ما يقابل البدعة هكا الفقيه شغل ما كان أمر القاضي كان جوجمون تظلث العشاء ذا الفرض السنة فرض ركعتين لقينا لنا بعد المغرب سنة تحية المسجد فرض سنة يولي شمدان الجامع يتسو يقيم هو البروبلم ماشي لا غفل ولكن تروح السنه يتسوسيغ في الفلاس لناد رمضان اقول رمضان بالفرض سحور سنه الشوال سنه وبعدين السنن مراتب قال نهضر الفلاس من بعد مراتب سيدي دوغري درجات اي غار باش ولا قارن سلوك كل حاجه ديال شوالي دروسه كي تمدي تيقال اسفهم خاطر نخدم سيونتيفيكمون نخدم بطريقه علميه فلو كان يعني يودي في الراوري في الحضاره ولا السيناريو الامور العلميه استنضا شو المعنى لا ديفينيسيون السنه كاين يفهم السنه ذي دي جنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه ليه تفليز تكون الزور يعني فهم جاو في كيد وخلاص مي تصيتي فاثن استنضا نات لي ديتاي سيونتيفيك لقات نسين اما كانت تسين كل ويدي الجامعه التقوى ذراع مخدم تيسين ولا خدم ماجستير الشريعه ديال ليسونس ديال الشريعه كيف ذا شو كنتي نبسط قبايليت سداس درجه هكا باش تمثلنا مره افهم تمثاليه طيب يتمثل ثورة الندب لتعريف الفقهاء ان السنه ما يقابل الفرض اي اللي قبل الفرض الى المعنى وايض عند الفقهاء ما يقابل البدعه يعني ونري يخدم من حاجه اتي ديالو تجديد ذي الدين يبتدع اكيد واش رايكم انه غال انت ظل يوثن تظليث في 10 الصباح خاطر سيل في جلال المطوره طاس يرطور العصر شويط العصر المغرب شويط المغرب العشاء واحد الساعه و10 دقائق مي سيل في جلال المطور سي طرو طاس الوقت بوركوا اد نسنو الفويي وتنظليث اتنفيكسي ا 10 الى ستي بدعه ودرنا لها حاجه تجديد لكن يقول واش رايكم رمضان يكون صدي تقرب سنذو اتنفيكسي لي جونفي نا ديسمبر انا نجمع كل سلمان نخدم يوم الراي اثمر فيكس انفيكسي رمضان اقول رمضان دي جونفي ديسمبر هل يجوز؟ لا يجوز هذه بدعه يوثم ثقيل دينا النبي عليه الصلاه والسلام وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حضرت وضع ميكرو ديال البدعه وكذا شيء تخدم انا بكر الصديق تخدم انا وتخدم لا نساوي النبي صلى الله عليه وسلم حذاري في امور الدين نعم ادرون حاجه تشديد امور الدنيا الاصل في الدين في العبادات الاتباع والاصل في امور الدنيا الابتداع ذي الامور الدنيا فكيعين ربي تخدم لافايونس طابينغ تخدم ثافات تخدم لي كاميرا كيعين ربي الامور لا حرج في ذلك يجوز ولكن في الامور العبادات ما تنقصدنا ثرني ضد ذينا اكنيني وريجوز على خاطر تبط حاجه تجدد ثاني الشرح يدير كلي ثورا بعد البضد النقطه مزور قاضي المدخل نهضر في ترجمه الامام مالك مادام كتاب هذا الشرح يسمي الموطأ
والموطأ وثيوران ذي الإمام مالك نيغاون ذنسا إذا مزوارون يوران الكتاب اسمه الموطأ، وهو أحكم الموطئات وأحسن وأتقن الموطئات. ولاش ننسى في طريقة التصنيف ومقارن الموطئات لانت كتب النظم مثل الجامع الصحيح البخاري، غادي الجامع الصحيح البخاري، يلا جامع الإمام مسلم، يلا صحيح مسلم، إلا يقارن المسانيد ويخدم طريقة لا ميثود المسانيد مثل مسند الإمام أحمد نظرت فلاس، كذلك يقارن المستدركات على الجوامع، كذلك لانهم يقارن المعاجم في كذا دي ميثود يستخدم العلماء يمسناون يقدشن أفتريكا إديجا النبي صلى الله عليه وسلم. في الموطأ إلا قاكم دينا غير بوال في الموطأ يناد فلاس ابن خلدون، الإمام ابن خلدون يعني علامة ابن خلدون في كتابه المقدمة المعروف في الجزء الثالث في الصفحة بالضبط 936 وما بعدها أشو دينا وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف وكذا ابن خلدون سيتان بول عملاق ذيون مسنو ذم قران سما ناس العلامة ابن خلدون زرام الشيوخ الصغران بارمي الشيوخ الصغران يون بمغار سما الفلسطين معمر ذي إيلولا اسميس سيدي أحمد ودريس. سيدي أحمد ودريس، سيدي أحمد ودريس سلمك فلاس ثم عمر فينس أتساندينا ذي إيلولا أتصلحوا ذكرى المثلاث أن تفضل المعهد الوطني لتكوين الإطارات الدينية، معهد وطني اسمه معهد سيدي عبد الرحمن اليلولي. سيدي أحمد ودريس من شيوخ ابن خلدون كان في كواتسا كان بعض المعلومات الإضافية باش المخنغ يوسع وذي فهم تصن تمثال هذا تصيغافن فلانا ابن خلدون. شو دينا وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة كل عند أهل بلده، فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصر، والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم. أسمي ديو الصفحة 940 940 شو دينا إنك وكانت طريقة أهل الحجاز ذينا مهبط الوحي عند دنزل الوحي للحجاز هكا جماعة الخير يمكن المدينة صح. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة. وكذا وال زاي ابن خلدون يبغى دينو كيف يمسناون يسعانا غرفال يجهدن أغرفال يمكن قرص قبالي في الميزان مخلف يخينا ندير الميزان البطاطا إلى الميزان الذهب. أنا قلنا المضبوط مليح وين البطاطا وين الذهب؟ وين الذهب؟ ميزان البطاطا شوية ذكر شوية بيبري شوية لازورو شوية لافو، ميزان الذهب خطير لقابيلي زدي ولاش ميم الكوروندار إلى قصاص خلص الزجاج باش ماشي يافو غادي يصوب ناطي السالي خاطر ميزان الذهب. الله كيف غادي ابن خلدون العلماء إلا في الحجاز كون المدينة ينشوا كذاكي أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة. الله يا ربي الله ذا حدد بوال ابن خلدون ذا حدد بوال فعرف تجهد مليح خجم كدينا لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة سيتادير باش تفنيو الحديث الساعدين دو غرفال الساعدين دي الميزان وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك. وبعدين شو دينا وسيد الطريقة الحجازية أنويد سيدهم يعني الشيخ الإسلام القرآن بعد السلف يفيد نهضر درسني عدان في المقدمة نهضر ما كتب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة
وفي عهد الصحابة عليهم الرضوان. إن الإمام مالك في المسألة الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه، وقي أغلق القوس وقي دوال الإمام ابن خلدون. طيب سيدي لنا دايت مثلا صافي درسنا عدان سخرناه باش نهضر في ترجمة الإمام مالك إمام دار الهجرة. ألف مولده نادي سميس باباس مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث. يما سنادي سميس العالية بنت شريك سميس العالية ونادى ساقي ثمورثنا ويسمى يسلسن العالية بنت شريك تاقي يماس الإمام مالك. نادى يلولد المدينة المنورة في سنة 93 للهجرة. 93 سكو اسمي هجر النبي صلى الله عليه وسلم ذي الوقت اللي 93 للهجرة يديروا الإمام مالك بالمدينة المنورة ونشأ بالمدينة المنورة. لذلك نقولوا الإمام مالك مدني مولدا ونشأة، يعني إمام مالك يلولد ذي المدينة يعاش بالمدينة المنورة. لذلك اسمي يغال الفقيه مقران العالم مقران اسمى ناس إمام دار الهجرة. طيب سيدي با شيوخ أتصل الشيوخ يسا ماشي ل 20 ماشي ل 40 ماشي ل 60 ماشي ل 100 شحال الشيخ يثي الصغران أم بعد. ولكن هذا أهم من شيوخه سقط المختصر كان هم يقارن ربيعة الرأي هكذا مشهور بهذا الاسم ربيعة الرأي. إذا قال كل يقارن ابن هرمز وقال لي الشيخ مقارنا، إلا يقارن نافع، إلا يقارن جعفر الصادق، يعني وقال من الشيوخ. طبعا ملخص جيم صفاته للند من الصفات يسعى الإمام مالك يسعى تحري الصحة والدقة والضبط والإتقان، وكان لا يأخذ العلم إلا عن صاحب علم وتقوى وإتقان. يعني يتساوي ثمسني سمسناون. دال هضرنا عن مكانته العلمية، مكانة العلمية الإمام مالك. ذكرنا الإمام الذهبي في كتابه اسمه طبقات الحفاظ ذكر بعض الأمور اللي تبين قيمة، يعني القيمة العلمية لا فالور سيونتيفيك نتاع الإمام مالك. قال لك جمع واحد الصفات التي تفرقت عند غيره من العلماء اجتمعت لديه. يعني هذا واش يحب يقول الإمام الذهبي. قال لك عنده سعة العلم الواسع، الوسع العلمي اسمه القرض، عنده الذهن الثاقب أقر صلى الله يبارك يسعى لا اللي قال القضية ماشي لا سيتادير وين يستخدم الميزان قروس يستخدم قروس مليح. يسعى صحة الرواية فهو صحيح الرواية، يعني يتحرى الصحة في الرواية. أم بعد الإمام سفيان بن عيينة ذكرناه يذكر أيضا بعض الكلمات مبينا القيمة العلمية الإمام مالك المدينة. مالك إمام في الحديث، معناه زنسيد الإمام بلغ درجة الإمامة في الحديث انتهت إليه الإمامة في الحديث. الإمام الشافعي قرن الأمور دينا إنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني قال كي تذكر العلماء النجم نتاعهم الساطع اللامع هو الإمام مالك. ميد في ضرض إمسنوا أنواع ذي ثري إمسنوا ذي الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين وصلنا الخاتمة قلنا الإمام مالك هو إمام في الحديث وفي الفقه، في الحديث وفي الفقه. قلنا آخر حاجة من يموت الإمام مالك يموت في سنة 179 للهجرة. 179 ناقص 93 أشحال عاش الإمام مالك؟ 86 سنة. أن دا ينطل الإمام مالك بالبقيع، مقبرة البقيع بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة. فين ينطل الإمام مالك مقبرة البقيع. وكيف ذا ريجيمي خلاصة
وقالوا نحضر الدرس عدان أثنى عاود درسن باش غادي لين إذنا يقفل ثورا نكمل مثلا نروح النقطة النظام ما هي هذا المسألة الشطح فين يعني دائما تكلم في الإمام مالك ها مؤلفاته ذا شو جورا الإمام مالك ماشي سوى الموطأ فهذا النشر خطير يرى في كتاب النظم وكذا جهدين يسكي parmi في كتابين يقول الإمام مالك يقول كتاب اسمه رسالة في الأقضية اسمين العلماء زيك رسالة يخدمت في مجال القضاء دوكوين يعني لا جوستيس ثاقي يفكاسي لي جوج ولكن يراد ثكتاف ديستيني يشقعيت إلى الجوج أو سي زيكرانت المشاكل أنا وزيك ولاش تلوفا أتمشى في الفليسة في ثمورت أو في الزدايف في زمورت نورمال الدنيا تينات مخلفة لأن الجوج قضاة طيب الطريقة طبعا اختلفت من ذلك الوقت لهذا الوقت ولكن الإمام مالك كيف كيسن رسالة ألف كتابا اسمه رسالة في القضاء في الأقضية عنده كتاب آخر فضلا عن الموطأ وهذه الرسالة كتاب اسمه رسالة في القدر والرد على القدرية أساقي بارمي ستقسين يقلقني مذانا أكين المكتوب يسكو ربي يكتب كلش نخاطر ترى ربي يكتب عليا كلش مكتوب مما هذاك اللي دار جرائم كي تقول له يقول لك يا ربي يكتبها تقول له كيفاش تشرب الشراب وتتركب الطوموبيل وتضرب واحد تقتلوه يقول لك يا ربي اللي كتب لي باش نشرب الشراب اللي كتب لي باش نسوق الطوموبيل وباش نحكم 150 في الساعه وباش نقتل يا خويا ربي اللي قال هكذا مكتوب كلش القضاء والقدر عطاس جمذانا تروح حاس ثرقا قرصص ثرقا عطاس جمذاني قشضن ذي الفهم نسن إثمسات تاقين القدر لذلك الإمام مالك يرى كتاب مهمة جدا اسمه رسالة في القدر والرد على القدر إلى كتاب أيضا اسمه كتاب السير تاقي من رواية ابن قاسم كتاب السير إلى كتاب آخر ما تتعجبوش اسمه كتاب في النجوم ومنازل القمر الإمام مالك ممكن تقول هو فقيه واش دخلوا في هذه الأمور نقول لك الزمان عندهم ما يسمى بالعقل الموسوعي ألا غنسى الله يبارك ما شاء الله أما ابن خلدون بين قوسين في ذراك اليولين أتصغر سوسيولوجي في علم الاجتماع سينستان سوسيولوج أتصغر في الإيكونومي أدين إيكونوميست مختص في الاقتصاد أتصغر في التاريخ أدين ضواقي يغرى التاريخ مختص في التاريخ يهضر في مسائل دقيقة في اللغة والقانون وتاريخ الأديان مش عارف ايه وتاريخ القوانين شيء عجيب وفي العمران في الاركيتكتور في كذا أسين باللي سبيسياليست في كل شيء سي بور سا العلماء سمنا العلامة ماشي العالم كان شغلان قراد يتواسل جرسن العلامة الإمام مالك هكذا أيضا يعني كتب كتاب في النجوم ومنازل القمر هذه بعض الكتب التي قال لي مدخل ساكن شطح أقرأ ما نفذ الشروح إن شاء الله أين لقنا أثيد مرنو ذي الوقت واو صافي ندها واو دفع الطريقة الأبجدية أبجد هوز ماشي ألف باتاثا لا أبجد هوز ندها مؤلفات الإمام مالك واو تلاميذه هل ترى الإمام مالك يخمم ذي لاروليف نخاطر جوابنا نتسيسال الشياخ في الصغرى ثورا نسى الصغراي من بعد القراي مغاركيني إن شاء الله هتصغر صافي الإمام مالك يغرى وذا شو قرانا وسطاس التلاميذ قرانا الرؤوس من هؤلاء التلاميذ الذين نقلوا علمه ونشروه في الآفاق أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر عبد الله بن وهب معروف عبد الله بن وهب هذا التلميذ الذكي النقي الوفي لازم الإمام مالك 20 سنة وبعض العلماء قالوا أكثر عبد الله بن وهب
سي تلاميذ يقارن غير الإمام مالك يقيم سي حفظ فلاس يرفض فلاس ناس طبيعي كان يلقض فلاس 20 سنة ورياية وسيقار بزاف باش هاد يرفض خاطر يروح لعين صار يبويد ثاموسني سي العين صار زديا نغسي ثلا يصفان هكا يثمث سيثلا يصفان وقي عبد الله بن وهب إلى واد قرص عبد الله بن مبارك الفقيه الزاهد وقي حاجة النظام الله يبارك القوال في دي السفة ذاين كان القلب السفة ديال العجب عبد الله بن مبارك يكون تسمي كثير في الدرس النعدان يمدن المسلاي في ميراث النبوة نناد ربي تختيرين يمسنوان يسان في سنين يتحارفان في التركة يدي جان في صلى الله عليه وسلم نفذرد سي العلماء يونقارنس عبد الله بن المبارك نغاون ديواسنا نسابوها يا ثلارا كويس قبالي ثم إلا تضرات ديانت إظهر المشكلة الغاشي تسي رفذن ثغري يوث الأعراض باش ديالنا فوسا دايونا الور في الوقت الني لأنه وقال يسشيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم تساوي دي مسلاين استعرف النقوان أسقار الفيثي دينا نتسان في أصات تساموثي دينا لا سياد الفلاس الغا قرص الأحاديث الموضوعة ننس يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة ذا شو سنينا إن يستعيش لها الجهابذة أرتسقلت لن عرضيان إمسنوان يسعان في سنين في التركة في صلى الله عليه وسلم ذنثني أري حارب في اللاس أري حافظ في السنة عليه الصلاة والسلام أديوني غرفال تمسني باش تزيز ديال أكو مسلاين ينسبن في صلى الله عليه وسلم ما ذي مسيدي دينا تسيدت أدغى قيمة لكن لا صحان مذوية وثن قبل المرأة وقيل عبد الله المبارك ويث ربان ويث الصغران الإمام مالك إلا وين معروف اسم الإمام الشافعي صاحب مذهب الإمام الشافعي هو أيضا من تلاميذ الإمام مالك ذلسيكم دنيا حينما تحدثت عن مكانة الإمام مالك العلمية قال الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك عنه قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم. طيب 4 والقاص المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي أيضا الذواقي خطر هو فقيه المدينة المنورة بعد الإمام مالك الإمام يجاد الإمام خير ربع صفي الصغري في رباث ما شاء الله أسمي مثل الإمام مالك ذي العهديس ولا شو لا يفتوى مالك في المدينة أليس إمام دار الهجرة ولكن اسمي مثيجات أكن الله يرحم لما تخلى يمكن نفهم كان دي تريكا فلاني دار سنتين يطاج أم بعد يرناس لي لوكو في لافيل إرناس تيزمرين كاميونا الخير أربع ولثني ساعة أثيعين ربي ذيني الهام أثني السخن كان قويني الهام الله يعين وربي يبارك في رزقه ولكن إلا ذا شغل واحد قسم كذا غزال لا ينتمس الله مات وخلى الله يرحم اللي مات وخلى فعلا مات وخلى الإمام مالك ترك من يتولى الإمامة والفقه والفتوى بعده وقي فقيه المدينة بعد مالك إلى قاس واحد مطرف بن عبد الله ذا وقيس الفقهاء تصيقنا على كل حال والتلاميذ الإمام مالك أطاس أماكن الشيوخ خير الله أطاس إقلا كذلك التلاميذ ينس أطاس إقلا فلما جماعة الخير خلوني نروح ونتكلم شوية ندخلوا في النقطة الثانية وهي الموطأ صافي غير ذا نكفى أول في الإمام مالك دايما ترجمة الإمام مالك سيقادقي المفاصل الكبرى التي تترجم لنا وتعرفنا الإمام مالك ثورة سنيث الإمام مالك سنيث دايما هذه غدا ندخل ثورة كان عشيرس
أكد الروحي سكد العلمي سكد الويدي جاء الموطأ ينسى لما تنفوك ما يخبر ربي سبحانه عز وجل. طبعا هذه نية معقودة ونسأل الله أن ييسر ذلك. السجد المسيث مثلا عن الموطأ ثكثف هذا الشرح ثكثف هذا البيين دي الدور سجد الدنيا إن شاء الله تعالى. ألف أدنى ظرف نسخ الموطأ نسخ الموطأ. على بالكم جماعة الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثورة في زمان كي ينتهي الشيء الله يبارك تشوفها تكتف في لامبريمري راك تشوفها 10,000 اكزومبلير 20,000 اكزومبلير لا التاويل ولكن زيك واضح على جماعة الخير زيك شوفوس ميمي مغارن نغزيك للشيوخنا نسيك غير هذا كان ماشي الشيخ حسن داك الله يبارك باباس يتسالوا المصاحف سكوسيس غا ساكن يموت من يموت اخويا حسن 2008 شحال عمر اسمك يموت 95 سنه يفكاس ربي الشيخ معروف نسك الشيوخنا غادي نذلوا الشيوخنا ماشي نتمسك الشيوخ بويا الحجاز ناضي العراق ناضي الشام كل يوم سوازاليس الور الحيفي عاش يمغار ناضي الشيوخ هذا الحيف عاش اللي معمرت الميزيريا يلاز يسمر ولا الشفاف ولا التريسيتي ولا السخانه ولكن سعان في السمين غرانا وربي ما صغرت هذا واحد الشيخ يتدار وزران الشيخ نزيك يتدار امشي سعدان. لذلك يا جماعه الخير كان تسالوا سفوس صافي اتصل شو يزمر يكتب بنادم هذه يكتب شحال لي باج يكتب شحال الصفحات الجواز صافي النسخه ديال الموطأ ماشي تصيق لا انت 14 في كذاكير ديوضن مزرافات 14 اديني غير يوثيوث سي بوسا الصبر في الليل خاطر في دروس علميه هذه الدروس العلميه تحتاج الى صبر وتحتاج الى سعه الخاطر وتحتاج الى النفس الطويل. هكا جماعه الخير خاطر الدروس علميه سيونتيفيك فبالتالي نتكلم الديتاي قاعد السين اثنتيني باش مثلا اثنتيسين كذلك النسخ الموطأ اللي انت 14 انت ديني غير يوثيوث ثم زوال ولي بغاني يعني في وضع الوسط وقال فيه يهضر فلاسنت كمرجع يعني يهضر في فلاسنت الامام عبد الحي الكنوي عنده كتاب اسمه التعليق الممجد على موطأ محمد. التعليق الممجد على موطأ محمد في مقدمته أشار إلى هذه النسخ التي سأذكرها الآن. واللي بغى يوضع الإمام الشنقيطي وهو من كبار العلماء أيضا الإمام الشنقيطي في كتابه اسمه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك. دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك. هذان العالمان ذكرا هذه النسخ التي سأذكرها الآن 14 نسخة. النسخة رقم 1 اسمه نسخة يحيى بن يحيى المصمودي باش نشوف نسخة يحيى بن يحيى المصمودي. النسخة الثانية اسمه نسخة ابن وهب. نسخة ثلاثة أنت دينا بلا ما أفصل هذيك السنة خاطر كل تفصل كل يوث تحوج حلقة من كل نسخة تحوج حلقة. لماذا؟ إذا تعمقت في ذكر من فردت به النسخة من أحاديث هنا يطول الحديث. لذلك ما لا يدرك كله لا يترك جله. النسخة الثالثة اسمها نسخة أبي عبيد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن المقربين إليه. وهو كذا مكد الناس صاحبه تقريبا حوالي 20 سنة وأكثر وهو أول من دون مذهب مالك في المدونة. النسخة الرابعة نسخة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة الحارثي ومعروفة نسخة الحارثي على طول اختصارا نسخة الحارثي. على بالك مثل يسمون زيك تقرن يسمون بالتفصيل
نكوني ثورة في ثورتنا نون بارينا يا هكا نون بارينا اسمي شكون اسم لا فامي نون دو فامي ولكن زي خاطئ اسم المعني اسم بافاس اسم جديس اسم بافاس جديس الى اخره ساكنه سازال بزاف في الامور ساكنه تفضل يوم مصاص اسمي بافاس جديك كاين ديجا باس جديد ديجا لاباس هكا ماشي ايه كويسيون ميس نعميك يا حاصل دزراكي ايه تصير ديك الشمال تصير ديك الشمال تلقي ثقافه نيرو ثقافه العلماء راك تساكي زوران شجره الانساب لا حول ولا قوه الا بالله. المهم النسخه الخامسه نسخه عبد الله بن يوسف الدمشقي يعني عاش دمشق بالنسبه الى دمشق. نسخة الستة نسخة معن القزاز. ذاك القزاز بالنسبة إلى المهنة خاطر ثيكوال السمين إيثا الدرفيس ثيكوال السمين الحرفيس حرفة ما يولي يخدم الصوف هذا تصميم الصوفي ما يولي يخدم ذي القز اسمين القزاز ما يولي ذا صوت اسمه اسمين البناء وتستحيل رسول خدمة نسنا تفضل العالم ولكن لا خدام لا فلاح نورمال شي قارن كنخدم الخدمه بالستيلو هكا على الجنب لكن كاين خدمه تيلي يرنا بالستيلو خاطي ماشي لايف. النسخه في السبعه اسم نسخه سعيد بن عفير الانصاري. النسخه في الثمانيه نسخه ابن بكير نسخه ينس رائعة لها مليح خاطر لن هي الأحاديث أشرت في مقدمة الدرس نيغاوند انفردت هذه النسخة الثامنة ببعض الأحاديث وقيل لكاركتيرستيك خصائص النسخة أتفضل الأحاديث وسنت تقيوث النسخة ولا شيء انتثاية سي بور سما دياسي ويحقق هذا يخدم عامل تاع التحقيق وهو عامل علمي محقق ماذا يصنع؟ يأتي بجميع النسخ ثم يقارن أديو كل زيكزومبلير بعد يخدم كومباريزون يقارن وهذا هو العمل العلمي اللي هو ما يسمى بالتحقيق العلمي. واجي مثلا عن عبد الله طبعا عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمران عن عائشة بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ألم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثن في رواية أخرى أنه سيورثه. ففي الرواية هذه تسد النسخة الثامنة أمية السلام. طبعا ذاك الحديث توصل في الجار توصي الفيس في الجار شنو يقصد الحديث إليك ما زال جبريل يتوصي في الجار أن يظن أدياسي الواس أديني الجار أدي ورث الجار باش غادي يفقن القيمة من الجار وهذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك النسخة الثمانية. النسخة التاسعة نسخة أبي مصعب الزهري. نسخة 19 نسخة مصعب الزبيري. نسخة 11 نسخة محمد بن مبارك الصوري. نسخة 12 نسخة سليمان بن برد بن نجيح. نسخة 13 نسخة سويد بن سعيد الهروي. وممن فرت به هذه النسخة عن هشام عن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء. لذلك ما يمثل العالم تفضحني ولا يطفن كان يسلوك في كل مثيون إلى قاس 25 باش يطفن كنيس باش العمر من كنيس هذا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وديقمون ديوان اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وهذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري من طريق مالك في صحيحه. هذا الحديث مثل رواه الإمام مالك الإمام البخاري عن مالك في صحيحه عن مالك من هذا الطريق، من طريق مالك في صحيحه، لأن أيضا موطأ الإمام مالك هو كتاب صحيح، بل الكثير من العلماء يقول به هو أصح كتاب بعد كتاب الله. طبعا هناك أيضا من قال أن أصح كتاب هو كتاب البخاري بعد كتاب الله. المهم هذه الكتب من الصحاح فقط باش تدلني باللي ساعة تزال القيمة ثم القرآن. أما موطأ الإمام مالك، أما الجامع الصحيح الإمام البخاري، أما صحيح مسلم، أما مسند الإمام أحمد، أما السنن ويا سنن الترمذي، سنن أبي داود إلى غيره. ثالث مثل نسخة في 14 ثنقالوث نسخة محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب أبي حنيفة، هو صاحب أبي حنيفة النعمان، وهو صاحب مذهب أيضا، يعني أبو حنيفة كما تعلمون هو صاحب المذهب. إذا نسخة محمد بن حسن الشيباني هي النسخة الأخيرة، نسخة رقم 14. شروح الموطأ. الموطأ هذا نشرح إن شاء الله شو كان نشرح قبيلي صارف الفصحى باش تمثلنا كل فهم وهذا نبين بعد لا ميثودولوجي ماشي سيسي تشرح دار صوايا هاد الشرحه ذا شو الطريقه راس خدمه هاد الشرحه ما تشرحها الامام موطأ الامام مالك اسخم الطريقه اتي تشرحها دار صوايا ان شاء الله تعالى. شروح الموطأ تصل الشروح يسع الشروح كثيره جدا، منها شرح ابن عبد البر في كتابه التمهيد إلى كتاب آخر اسمه الاستذكار. كتاب تمهيد اسمه الكامل اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، ولكن اشتهر بهذا الاسم التمهيد. الكتب سنعود إليها في بياننا لكتاب الإمام مالك الموطأ. كتاب التمهيد شفوثاس، كتاب الاستذكار ابن عبد البر. إلى كتاب آخر اسمه القبس للقاضي، قاضي معروف القاضي أبو بكر بن العربي، للقاضي أبي بكر بن العربي اسمه الكتاب اسمه القبس وسلام. ذا أبو الوليد الباجي العالمجي يشرح الموطأ الإمام مالك ثلاثة كتابين وهيجا. يوم كتاب اسمه المنتقى للإمام الباجي، الكتاب هذا اسمه الإمام الباجي، الكتاب الثلاثة اسمه الاستيفاء، صافي يسعى الإيماء، يسعى المنتقى، يسعى الاستيفاء. وكذا شروح الإمام شروح موطأ الإمام مالك. ذا هناك كتب أخرى ركزت على شرح غريب الموطأ، يعني ما ورد في الموطأ وعد غريبا، تخصصات دي سبيسياليتي، منها شرح أحمد بن عمران الأخفش، وقي سبيسياليزي يشرح فقط الغريب الذي ورد في الموطأ، إلا شرح أبي القاسم العثماني. لن يوجد هناك مؤلفات ألفت في رجال الإمام مالك، لكن بدأ تعمقا تغميقا في التخصص في الرجال. أذكر مثلا مؤلف للقاضي، قاضي معروف القاضي للقاضي أبي عبد الله بن الحذاء، كذلك لأبي عبد الله مفزع كما يقرأ بهذه القراءات. ثلاث مثل الكفاء الشروح طبعا باختصار. ثرى يوم نروح جيم رواة الموطأ عن مالك باش نوض قريب الختم. وقاد إديوان الموطأ لقى جماعة الخير صلوا عن بيصلاة على بالكم السجين يثموثنخ إلى الخير البحر لشو خصن في الحلقات العلمية المتخصصة تخص
دروس الوعظ الله يبارك لك، درس الجمعة هاد الناس نحضر وكذا، والزمير مثلا الشيخ هذاك الشيء ديال لي ديتاي ديال درس الجمعة الغشي يقوى الله يبارك في غزال لوي شطاح مسبريزان سوفار هذه الى اخره. درس الجمعة له مقاصد يستهدفوها مقاصد، ولكن دروس المساء الغاشي يكون جمعان سخامن ماشي الغزال الغاشي ديالو كتطولش تتخصص شويه تدقق شويه كي حال غتيجي الكار غتيجي رونديفو ناش مثال ديت نجمع ديال مثلا هادفك نتا الزوق الا يوجد ديسك ديور يعني في ربي يوجد يلهم شي ديال ديتاي. اتمنى من الامور اللي ان شاء الله نتمناوها على ربي سبحانه باش تكون مجالس الروايه، مجالس الروايه في مساجدنا، هذه أمنية نسأل الله أن تتحقق. معنى نقبك أذكر الإخوة الأساتذة أدغرا قراءة فقط، أدغرا أحاديث قراءة المسلم في الأحاديث إلى آخره، ومجالس مباركة، أماكن يجلس الناس لقراءة القرآن أيضا يجلس الناس لقراءة السنة. هذا انشغال وهذه أمنية ممكن نعود إلى بيانها في مستقبل الأيام. رواة الموطأ صافي الموطأ قال نشرح ان شاء الله يبضاد ينكمال يقرز يشرح يملح ما شاء الله. الرواة ديال رواه الموطأ في الإمام مالك مباشرة أطاس قلنا أطاس، ولكن اختار ذاك بعضهم ألف نغ واحد من أهل المدينة. شكون هما رواة الموطأ من أهل المدينة؟ كثر منهم مصعب بن عبد الله الزبيري، سعيد بن داود، عبد الله بن نافع، أيوب بن صالح، سعد بن عبد الحميد الأنصاري. اختار الوقي سي المدينة المنورة وقال يروان الموطأ عن الإمام مالك وقال ذي مزداق ذي مولان من المدينة المنورة. نروح والسند نهضر شويه نهضر من اهل مكه ذي مكه تصيقلان منهم الامام الشافعي جيم من اهل مصر اتصيقلان منهم عبد الله بن وهب، منهم عبد الرحمن بن القاسم. دال من اهل العراق اتصيقلان منهم عبد الرحمن بن مهدي البصري، منهم كذلك يحيى بن يحيى التميمي، إلى كذلك محمد بن الحسن الشيباني، إلى يحيى بن سعيد القطان وقال يجيك من أهل العراق. ها من أهل المغرب إلى يقارن يحيى بن يحيى الليثي، إلى كذلك عباس بن صالح وقال يجي من أهل المغرب. من واو من قيروان إلى أسد بن الفرات معروف من أقطاب العلم. المهم باش تقول في الأول ذي نقطة يجي ثان جاروث من مسلايد فروات الموطأ عن الإمام مالك. فريث مثل كخلاصة مركزة ذي الدرس نعدان من مسلايد في الإمام مالك وين يكتبن تكتب ثاقي الإمام مالك في كذا الترجمة الساقي نخدمت شوية الخلاصة نرنت شوية من المعلومات. وإذا غسايت مثلا نهضرت في الموطأ الإمام مالك الشروحينس نهضرت كذلك في الرواة الموطأ عن الإمام مالك. ولكن مثلا قبل أن نوضع الخاتمة الدرس لابد من بيان بعض المسائل المهمة النحويج صغار النحويج سيتوران تدير زراني مدننا مثلا باللي وقال يشتفن في السنن في صلى الله عليه وسلم أطاسي قلان شكوت مليح ولكن أدفض كتاب يخدميث البخاري صحيح البخاري أتفضيون الكتاب يورثيد يجمعي فيد يسفغي فيد الإمام مسلم جامع الإمام مسلم صحيح مسلم ويض مسند الإمام أحمد ويض موطأ الإمام مالك ويض سنن الترمذي سنن أبي داود سنن البيهقي سنن النسائي إلى آخره.
وقال لك مثلا كتب يدي جمعا السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أيث مثلا وري الزميرة يوان أديني باللي تكتب ثقي يوث جمع دا كل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ألا خطر الإمام مالك أبو جعفر المنصوري مسينا الإمام مالك حينما وطأ هذا الموطأ يخدم الكتابة إن يس غدواكي أدفتر أن أوردر أمر باش يطبق في ينسلمنا كلمة لان أسيغ دي زيكزومبلير النسخ وفي فرقة في ينسلمنا دلان. ولكن الإمام مالك ويقضي لا وري الصوتيرة في لوكازيون أسيني في كدر ربي لوكازيون ثاقي تكتب في خدمان كيني ذنسة ثلاث الشعناك ذي الجناس يرين سلمان ولا اشتيار خاطي دا شو سينا إن ياس الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في الأمصار وكل صحابي أخذ معه علما من علم النبوة. الصحابة كل ولد يروح ويروح ثمورة الشام ويروح العراق ويروح مصر ويقيم في الحجاز كل ولد إلا إن يسمي الله خدموا ديال الموطأ كي خدموا كيني واحد سكان يروح هذا علم النبوة يبين الصحابة ويا إنكر ثبيض غارة فكيف مثلا باش نفهم الإمام مالك غاس يسعى العلم ولكن يرنيس العقل ذي المعقول لا ريزون لا لوجيك وريف غارة يضيق واسعا. لا يريد الإمام مالك أن يضيق واسعا أو أنه يدعي علم الأولين والآخرين أنه استحوذ واحتوى علم النبوة في موطئه. هو أدرك أنه لا يدرك ذلك وريد بيضان. لذلك يا جماعة الخير قال هذه الكلمة التي خلدته. حاجة نيران هذه الخاتمة بوساقي حضرت يسيونا ديوي والحديث كان غادي في نفلس الحكم تيكوال بارمي المشاكل كثير ديال السلم نزرى ماشي السبه باش نخدم دياغنوستيك اك ديوي والحديث اك ديال الشيني تخلفض النبي صلى الله عليه وسلم لا بروف اثن فيلا كذا وكذا الشيني تخلفض صح يهودك ذا هودك يهود صافي كاين اخصني وذن في صاصم يوم القيامه نتسيب كثير الغلط المخلوقات يوكثر الغلط امشي كيف يدير الغلط يبولوجي اشد نشرح على الزهر كيف نفتح كان كيجيب بعض المعالم والضوابط. الضابط الاول في التعامل مع السنه ده شوف ضروره الاستيثاق. نوثقوا هل ترى هذاك الحديث صحيح ولا ماشي صحيح سمجوالوس ماشي قنا اللي يكتب ديالك نقارس قبيل خطير هل ترى ذلك الحديث صحيح غير صحيح امشي الزر الى قد سغلط غلي السورس سغلط غلا وانصار يفيد المسلم. واحد. اثنين الضابط الثاني ضروره جمع النصوص المتعلقه بالموضوع. يعني لو تمني الموضوع اني استقبل قانصه السنتل لو مو السنتل ايغال الموضوع ايغال تم السنتل. الموضوع اني ياكل احاديث يشد الموضوع اني او يثبت تصور كان يوم ما في البلد ديالنا خينير يوثيك هو يقارس تكون او يثبت أتبنوض الحكم ان جوجمون أتبنوض فيه الحديث لا صوف ما يون الحديث قلان يزمر ما يون الحديث قال معليش لا حرج. ولكن إذا وجدت جملة من الأحاديث لا يجوز لك من ناحية العلمية المنهجية أن تستشهد بحديث واحد مهملا الأحاديث الأخرى. سيبون أو يداك اسمح لي مدفني زعما تنوض الحيض صرم الوحدس
جامي أو يضرمل أرنود السيمان أرنود وزال إلى قن وزال إلى قن سنتي مصوفا أرنود دامان ذا المقادير أشحال السيمان أشحال نرمل أتصنت مسني كلام نسيب وسني غادي البداية من علوم الشريعة إلا قسمت في كذا ماشي كل العلوم علوم الدنيا عندها هيبة وقار واحترام أما علوم الشريعة لا وزن لها خطأ منهجي خطير. إذن جماعة الخير جمع جميع الأحاديث. الضابط الثالث فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق دلالات اللغة العربية. الأحاديث استعرف مستقبل في دوسة نصرون استعرف أما شدغ الحديث استعرف تفهم مستقبل سمعتي القبيل زعفر أنا أهد الشخص القبيل نعم ماشي بيبري أبيبري لا يجوز أبيبري إلا قد فهم تعرف فهم الأحاديث وفق دلالات اللغة العربية. أو كيس قبيلي ثاكين فريدة حدث بوال ثمسلايت قبيلي ثمسلايت أغر أحدثني تيسنن يوزنيت يزرع ذا شو بوال ذا شو مسلايا يستخدم أثي يستخدم ذو قمكانيس لذلك الأحاديث نفهمها وفق دلالات اللغة العربية. هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع فهم الأحاديث وفق قواعد الأصول قواعد علم الأصول. وبذلك البحر واير البحر بحر عميق يجب أن نفهم هذه الأحاديث وفق قواعد علم الأصول. حاجة في 5 قاروث فهم الأحاديث وفق مقاصد الشريعة الإسلامية. خطر للشريعة الإسلامية مقاصد منفهم لها مقاصد الشريعة الإسلامية ونزير لها أن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الخاتمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.